في إطار الجهود المبذولة لتقديم الدعم للأشخاص المتضررين من الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم بالمملكة، واصلت القوات المسلحة الملكية أمس السبت بجماعة تيزنتاس إقليم تارودانت عملية توزيع الخيام المخصصة لإيواء الساكنة التي تعرضت منازلها للضرر جراء الهزة الأرضية. وتهدف هذه العملية المنظمة بتنسيق مع السلطات المحلية لتلبية الاحتياجات الملحة للساكنة في هذا الظرف العصيب، والتي هدمت دورها أو أصيبت بتصدعات كبيرة. واستعان الجيش المغربي بالبغال، والتي قام بجلبها عبر شاحنة خاصة بالجيش، وذلك لإيصال الخيام للمنكوبين في الجبال ذو الطرق الوعرة. وستستمر هذه المبادرة بإيقاع متسارع من أجل مد يد العون للأسر المتضررة والتخفيف من معاناتهم وتوفير كل السبل والدعم لهم، وذلك بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وقامت القوات المسلحة الملكية بشكل مستعجل مستشفى طبيا جراحيا ميدانيا بجماعة تافنغولت إقليم تارودانت، وينضاف هذا المستشفى متعدد الاختصاصات الذي عبأ فرقا طبية مكونة من أطباء وممرضين ومساعدين اجتماعيين تابعين للقوات المسلحة إلى المستشفى الميداني المقام بمنطقة أسلي بإقليم الحوز. وتقدم هذه الوحدة خدمات طبية وجراحية لفائدة ضحايا الزلزال، وذلك في إطار التعبئة الشاملة التي تهدف إلى مد يد العون للساكنة المتضررة من هذه الكارثة.